أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن مجموعة أفكار كده مثيرة للاهتمام عن طرق التواصل اللي بتميز الناس المؤثرين. المصدر بتاعنا مقتطفات من فيديو على يوتيوب لواحدة اسمها ناتالي دوسن بتتكلم عن إزاي تتكلم زي نخبة 1%. بالظبط. والهدف هنا إننا نستخلص أهم المهارات والنصايح دي. هنركز على 5 مهارات أساسية هي بتتكلم عنها، ونشوف إزاي أساليب كلام معينة ممكن تعكس ثقة وقوة أو تقلل منهم. تمام، نبتدي. أول نقطة يمكن تكون صعبة شوية: تغيير العقلية. إن الواحد يتكلم عشان يقود مش عشان الناس تحبه. بالظبط. هي الفكرة هنا في إن طريقة كلامك بتعكس تفكيرك. بدل ما تقول أنا حاسس إننا المفروض أو أعتقد ممكن نجرب، لأ، المصدر بينصح بجمل حاسمة أكتر، زي أفضل مسار هو، أو الخطوة الجاية هي. كلام مباشر وواضح. أيوة. مش الفكرة غرور، لأ، الفكرة إن وجهة نظرك كده بتبان مدروسة ومهمة، حتى لو أنت لسه مش في منصب قيادي. هي بتقدم أفكارك كحلول، مش مجرد آراء وخلاص. بتقول مشاعر عالية، ذكاء منخفض. يا فعلا. ودي نقطة جوهرية بصراحة. القدرة إن الواحد يفصل مشاعره عن الموقف ويحلله كده بهدوء بمنطقية. المصدر بيقول إن دي صفة أساسية للقادة الفعالين. حتى هو بيحكي عن موقف حصل فيه انفجار عاطفي لشخص، وده قلل ثقة الناس فيه تماماً. يعني بين إنه بيتصرف باندفاع مش بحكمة. بالظبط كده. وفي تشبيه لطيف للموضوع ده في المصدر. اللي هو بيقولك كن زي ورقة الحشيش المرنة اللي بتتحرك مع الضغط وترجع تاني، مش زي خلة السنان الصلبة اللي بتتكسر. حلو التشبيه ده. المرونة بتسمح بتفكير أوضح وقت الضغط. تمام. نروح للنقطة الثالثة: التحدث بسلطة أو authority. هنا الفكرة مش كتر كلام، المهم الكلام يكون له وزن. المصدر بيأكد إن أي مشاركة في اجتماع أو محادثة لازم يكون ليها هدف واضح. أها. لو مشاركتك ملهاش لازمة أو قيمة مضافة، يبقى الأفضل ما تحضرش أصلاً، توفيراً للوقت فكرة إن الواحد يحدد هدفه من الكلام دي في حد ذاتها بتديله قوة كده، سلطانة داخلية. بدل ما تدخل اجتماع مش عارف هتقول إيه، لا، تبقى داخل وعارف أنا هنا عشان النقطة الفلانية، أو عايز أضمن قرار في الموضوع ده. بالظبط. تحديد النية والهدف بيخلي مساهمتك مركزة وليها تأثير أكبر، حتى لو كانت كلمتين بس. جميل جدا. النقطة الرابعة بقى بتودينا لحتة تانية خالص: إتقان فن طرح الأسئلة. المصدر بيقول مش لازم تكون عندك كل الإجابات، الأهم تعرف تسأل صح. تمام. وهي بتعتبر دي مهارة أساسية للقادة في حل المشاكل المعقدة. شبهتها بفك عقدة خيوط متشابكة كده خطوة خطوة. الأسئلة هي اللي بتفك العقدة دي. بدل ما تسأل سؤال عام زي إيه رأيكم؟ امم لا، اسأل أسئلة دقيقة أكتر بتدور على معلومة لأقصى، زي مثلا إيه هي البيانات اللي اعتمدنا عليها هنا، أو إيه هي العقبات المحتملة للحل ده. نوعية السؤال بتفرق في النتيجة. أكيد. وفي حتة شخصية لطيفة، هي بتحكي عن لعبة الأسئلة اللي كانت بتلعبها وهي صغيرة عشان تتعلم تسأل أسئلة تخلي الحوار يكمل. ظريفة دي. ونيجي لآخر نقطة، الخامسة، ومهمة جدا برضو: التوقف عن الشرح الزائد، الأوفر شيرينج، والتبرير الزيادة عن اللزوم. المصدر بيعتبر إن ده دليل واضح على عدم الثقة بالنفس. القادة الواثقين حسب كلامها بيوصلوا رسالتهم بوضوح ومباشرة وحسم، من غير بقى تكرار أو محاولة تلطيف الكلام زيادة عن اللزوم. فاهم. في تشبيه تاني هنا برضو، إن اللي بيشرح زيادة ده عامل زي الطيارة اللي عمالة تحوم فوق المطار ومش عارفة تهبط، مرهق للمستمع قوي. بالظبط. وبيضعف موقف المتكلم كمان، وهي بتربط ده كمان بلغة الجسد. حتة لغة الجسد دي. طبعا. الوقفة المستقيمة، الثقة، التواصل البصري، نبرة الصوت الواضحة والقوية مش الهمس. هي حتى بتحكي عن نفسها إنها زمان لما كانت مش واثقة من رأيها كان صوتها بيوطى لوحده، وده بيوصل إحساس بعدم اليقين للي قدامها. إذن لو حبينا نلخص كده بسرعة ال5 أفكار الأساسية من المصدر ده: اتكلم بهدف القيادة مش بس عشان الناس تحبك. امم اتحكم في انفعالاتك وقت الضغط، خلي لكلامك هدف وسلطة. صح. واضح ومباشر.
تمام قوي. وكنقطة أخيرة يمكن الواحد يفكر فيها بعد ما سمعنا الكلام ده كله، يا ترى أسلوب التواصل الحاسم والمباشر قوي ده ممكن في بعض الأحيان يتعارض مع بناء علاقات إنسانية قوية؟ سؤال مهم. يعني ممكن يتفهم غلط كنوع من الجفاف أو التسلط يمكن. وإزاي ممكن نوازن بين القوة في التعبير دي وبين الحفاظ على علاقات صحية وإنسانية؟ سؤال فعلا يستدعي التأمل.